انطباعك الأول بيحكم على كل حاجة بعدها حتى لو كان غلط. في تجربة مشهورة من جامعة نبراسكا عرضوا صور لأشخاص مختلفين على مجموعات من الناس، نفس الوشوش بالظبط، لكن كل مجموعة كان مكتوب تحت الصورة وصف مختلف: ذكي، كسول، ودود، غامض. النتيجة إن الناس ما حكمتش على الصورة، هي حكمت على الكلمة اللي تحتها. اللي مكتوب تحت صورته ذكي قيمونه ناجح حتى لو شكله كان عادي جدا. المخ أول ما بيكون انطباع إيجابي بيبدأ يبرر كل حاجة بعدها علشان يحافظ عليه، وده اللي بيخليك لو بتحب لعيب كورة مش هتشوف له غلطات او تعديها، ولو مديرك اول يوم كان لابس كويس وعاملك كويس هتفتكره شاطر حتى لو غلط. العلماء بيسموا ده هالو افكت، وده جزء من تحيز ادراكي في المخ اسمه كوجنيتيف بايس، بيخلينا نشوف الشخص او الشيء من خلال الهالة اللي اتكونت اول مرة حواليه مش الحقيقة. وفي دراسة تانية اتعملت من جامعة دوك لما عرضوا على الطلبة منتجات عادية مكتوب جنبها من شركة معروفة، نسبة الشراء زادت بنسبة 50% مقارنة بنفس المنتج باسم مجهول، نفس الجودة نفس السعر، لكن الهالة خدت القرار بدلهم.